السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة الخباز والحلواني. معاكم شيف حسام. في البداية بطلب من حضرتك أو حضرتك لو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. هنعمل النهاردة مع بعض زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم الكرواسون والباتيه بالجبنة. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتي. معايا في البداية 500 جرام من الدقيق، 250 جرام من المية، بيضة كاملة، 50 جرام من السكر بما يعادل 3 معالق كبار، 5 جرام من الملح بما يعادل نص معلقة صغيرة، ومعايا 10 جرام من الخميرة الجافة. هنجيب بولة كبيرة وهنبدأ نحط كل المواد الجافة مع بعضها في الأول، الدقيق والسكر والملح والخميرة، وهبدأ أديهم تقليبة مع بعض في الأول زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. بعد كده هنزل بالمواد السايلة، انزل بالبيضة وهنزل بال 250 جرام من المية، وهبدأ ان انا اعجن المواد دي كلها مع بعضها لحد لما العجينة بتاعتي تلم. وبعد كده هكمل الخدمة بتاعة العجين بتاعتي على الترابيزة بالشكل اللي قدام حضرتك ده لحد لما العجينة بتاعتي تخدم تماما. هتلاقيها ما بتلزقش زي ما انت شايف قدامك كده، هتلاقيها بقت كويسة والقوام بتاعها اتظبط. طبعا الدقيق دي مخبوزات، دقيق بعرق قوي مش دقيق كيكة. هدي تنسيم الدقيق على الوجهين بحيث ان انا لما اسيبها في الفريزر العجينة بتاعتي ما تلزقش في الكيس. هسيبها اول مرة هسيبها نص ساعة في الفريزر. وبعد كده معايا 250 جرام من الزبدة، زبدة عادية زي ما انتم شايفين، هي زبدة صفرة. وهبدأ اظبط الزبدة بتاعتي بحيث ان انا استخدمها في التبنيط. هقطعها بالشكل اللي قدام حضرتك دوت بقدر المستطاع مسافات قد بعضها بحيث ان انا اجهزها للتبنيط بتاعي. خلصت كده التقطيع بتاعها، هجيب كيس بلاستيك وهحط فيه الشرايح بتاعة الزبدة جنب بعضها بالشكل دوت. طبعا كل ما الزبدة تكون باردة كل ما بتريحني في التقطيع بتاعها وبتريحني في ان انا اوزع الزبدة بتاعتي كويس. طبعا الزبدة بتاعتي من التلاجة مش من الفريزر، تمام. بعد كده هجيب عصاية خشبية او النشابة بتاعتي وهبدأ اوزع الزبدة بالشكل اللي قدامك دوت في الكيس البلاستيك بحيث ان هي تكون جاهزة على التبنيط. هفتح الكيس بتاعي من الجنب قبل ما ادخله في التلاجة مش الفريزر، من الجنب ده ومن الجنب دوت بحيث ان هي تكون سهلة لما اجي اخرجها من الكيس. نص ساعة بتاعتي خلصت وجبت العجينة بتاعتي بخ دقيق او رش دقيق، وهبدأ اظبط العجينة بتاعتي من الناحيتين او الوجهين، وهبدأ اظبط الدفتر بتاع الكرواسون بتاعي من الناحيتين زي ما انت شايف كده بحيث ان انا احط الزبدة بتاعتي في النص، تمام. والعجينة بتاعتي باردة زي ما انت شايف قدام حضرتك كده، والزبدة بتاعتي برضو انا كنت سايبها في التلاجة. العجينة كانت في الفريزر قعدت نص ساعة، اما الزبدة كانت في التلاجة بعد لما ظبطتها. لازم اقفل الدفتر بتاعي كويس بالشكل اللي قدامك ده بحيث ان الزبدة بتاعتي ما تخرجش منه في المرحلة بتاعة التبنيط. وهكبس بالمردنة او بالعصاية الخشبية او البلية بالشكل اللي قدامك دوت. هبدأ اخلي الزبدة تسرح جواه او هبدأ امد الزبدة جوه العجينة بشكل الضغطات اللي انا عملتها دي، وهبدأ افرد يمين وشمال لكن بحذر بحيث ان اول بنطة لو الزبدة خرجت منها مش هتريحني في البنطتين اللي بعد كده. طبعا بفرده بحرص بالشكل اللي قدام حضرتك ده. بمدد الزبدة بتاعتي، خدت اول بنطة
بعد كده هلم الدفتر بتاعي بالشكل ده وادخله الفريزر. دي كده اول بونطة، او زي ما بعض الناس بتقول تلبيسة. وهبدأ اظبط الدفتر بتاعي بالشكل اللي قدام حضرتك ده. تمام كده الدفتر بتاعي بقى جاهز للبونطة التانية. هدخله الفريزر تاني، هتقعد معايا ربع ساعة. طبعا العملية دي علشان انا شغال بزبدة صفرة مش زبدة مارجرين. خلصت الربع ساعة، هي اول مرة بس اللي هتقعد نص ساعة. خلصت الربع ساعة بتاعتي، وهدي تنسيم الدقيق وهجيب الدفتر بتاعي ودي التانية، وهبدأ اعمل الدفتر بتاعي او هبنط الدفتر بتاعي. نفس الشيء همدد الزبدة جواه بالشكل ده بالمردنة او بالبلية. تمام نفس الشيء هعمله على الوجه الاخر، وهبدأ ان انا امدد الزبدة بتاعتي يمين وشمال، لكن بحرص بحيث ان انا زي ما انا ما بقول مش محتاج الزبدة بتاعتي تخرج بره العجينة، علشان ما تبقاش في صعوبة في التشكيل او ما يبقاش في صعوبة في الشغل في الدفتر بتاعي. بحاول بقدر المستطاع ان انا الدفتر بتاعي يكون بشكل مستطيل، يعني لو من النص مش مظبوط بفرده او بظبطه بحيث ان هو يكون كل الدفتر بتاعي شكله مستطيل او مساء واحد. ودي كده البنطة التانية. هلم الدفتر بتاعي بنفس الشكل اللي انا بدأت بيه، ونفس الشيء هجهزه للبنطة الاخيرة. تمام كده الدفتر بتاعي بقى جاهز للبنطة التالتة. هدخله برضو نفس الشيء في كيس بلاستيك وهدخله في الفريزر، هيقعد ربع ساعة، والبنطة اللي هتيجي هتكون اخر بنطة للشغل. خلصت الربع ساعة وجبت الدفتر بتاعي، وهبدأ افرده البنطة الاخيرة التالتة والاخيرة. نفس الشيء بحاول ان الدقيق يكون من فوق ومن تحت بحيث ان العجينة بتاعتي تجري على الرخامة، لان انا شغال بطريقة تناسب المنزل. برضو نفس الشيء ببدأ امدد الزبدة جوه العجينة بالشكل اللي قدامك دوت بطريقة التكبيس بالمردنة او بالعصاية الخشبية على حسب اللي موجود معايا. بفرد الدفتر بتاعي يمين وشمال وفوق وتحت بحيث ان انا محتاج الدفتر بتاعي يكون كله سطحه مساء واحد، ويكون كله ارتفاع واحد، ويكون واخد معايا الشكل المستطيلي بحيث ان انا ابدأ اشكله بشكل كويس. من النص شوية ومن الأطراف شوية، لازم الدفتر بتاعي يكون كله مساء واحد. وطبعا الدقيق ده بيساعد إن العجينة بتاعتي تجري على وش أو على سطح الرخامة اللي أنا شغال عليها، أو على الترابيزة، أو على المكان اللي أنا شغال عليه. طبعا الطريقة دي بتناسب ست البيت، أو الطريقة دي طريقة منزلية. طبعا اللي شغالين في المخابز أو اللي شغالين في الفنادق أو المحلات عندهم الفرادة أو الشيدر بيبدأ يعمل عليه الحاجة بتاعته، ما بيحتاجش الكميات دي من الدقيق، لكن انا بستخدمها بحيث ان انا العجينة بتاعتي تجري على الرخامة بتاعتي. العجينة طول ما هي باردة بقدر اتحكم فيها واشتغل فيها، ما بتلزقش معايا، لا الزبدة بتاعتي مسحتش سطح السطح بتاع الرخامة اللي انا شغال عليه، مفيش فيه اي اثار من الزبدة. ده معنى كده ان انا مبنط الزبدة بتاعتي كويس. وطول ما العجينة بتاعتي باردة الخميرة ما نشطتش فيها، بتكون النتيجة بتاعتها كويسة. لحد كده انا خلصت التبنيط بتاعي، وهو كده بقى جاهز على الشغل. هبدأ اظبط الاطراف بتاعة الدفتر، هشيلها، مش هشيل كتير، لكن الزوايد بقدر المستطاع ان انا ما اشيلش كتير بحيث ان انا استفاد بالعجينة شغل. طبعا العجينة بتاعتنا دي احنا مش هنرميها، هناخدها في الشغل اللي بعد كده، او هناخدها في اي عجينة فيها خميرة، عجينة عيش، عجينة دونات، اي عجينة، عجينة بيتزا، اي عجينة هتكون فيها خميرة مش هيجرى اي حاجة ومش هيحصل اي مشاكل لو انا استخدمتها. هقطع الكراسون بتاعي، هاخد العمق بتاعي 15 سنتي، ومن
الناحية التانية او المكان التاني ياخد 15 سنتي، بحيث ان انا اجيب الدفتر بتاعي يكون مظبوط في المسافة بتاعته. طبعا لو انت حضرتك عايز اللقمة اكبر بتدي مسافة اكبر، وفي نفس الوقت بتكبر القاعدة اللي تحت. انا خدت العمق بتاعي خدته 15 سنتي، والقاعدة بتاعتي هقطع على 7 سنتي. لو حضرتك محتاج لقمة اكبر بتبدأ تكبر القاعدة بتاعة المثلث او القاعدة الهرمية، وبتبدأ تطول العمق شوية، فهيجيب مع حضرتك لقمة اكبر. هقيس 3.5 من فوق علشان اعمل الراس الهرمية، وبعد كده هرجع اقيس 7 سنتي تاني علشان تجيب معايا مقاسات قد بعضها. تمام كده، نفس الشيء 7 سنتي 7 سنتي بالنسبة لفوق. هي بس أول قطعة اللي هتكون 3.5، بحيث إن أنا أعمل منتصف أو للقاعدة، بحيث إن هي تكون الراس الهرمية بتاعة اللقمة بتاعة الكرواسون. قطعها بالشكل اللي قدامك دوت، مثلثات كلها متساوية. تمام. طبعا برجع اقول ان الطريقه اللي احنا شغالين بيها دي طريقه منزليه، او طريقه للناس اللي حابه تعمل المخبوزات بتاعتها في البيت. كده النص خلص. هاخد النص التاني من الدفتر هسيبه في الفريزر او هسيبه في التلاجة طول ما الجو بتاعي انا حاسه حر. انما لو الجو بتاعي بارد مش هيجرى اي حاجه لو انا سبته بره، لكن بقدر المستطاع ما سيبوش فتره طويله، بحيث ان الخميره بتاعتي انا محتاج الخميره تنشط مره واحده بس، اللي هي بتكون في اخر حاجه او اخر مرحله، اللي هي مرحله التخمير. ببدأ ألف الكرواسون بتاعي بالشكل اللي أنت شايفه قدام حضرتك دوت. بحاول بقدر الإمكان القاعدة اللي فوق أو الراس الهرمية دي بثبت منها، وفي نفس الوقت ما بعليهاش، بحيث إن هي ما تعملش درجة أو تخلي اللقمة بتاعتي تقلب. بقفلها بالشكل اللي أنتوا شايفينه قدامكم دوت، وبلفها بالشكل اللي قدام حضرتك ده. تمام كده إحنا عملنا مع بعض الكرواسون وقطعناه. استمر لحد لما اخلص اللف بتاع الكرواسون بتاعي كله بنفس الشكل اللي قدام حضرتك ده. طبعا كل ما كانت العجينة بتاعتي باردة، او كل ما كانت العجينة بتاعتي محافظة على البرود بتاعها، بتلاقي الزبدة ما بتضايقنيش في الشغل او ما بتضايقنيش في اللف بالشكل اللي قدام حضرتك دوت. كده انا خلصت كل لقم الكرواسون بتاعتي. مجددا بقت فيه موجودة صاجات مطلعة موجودة في السوق في الأسواق المنزلية. احط اللقمة بتاعتي على الطرف بتاع الكرواسون اللي هي الراس الهرمية، بحيث ان هي اللقمة بتاعتي ما تقلبش لما تخمر. برصها بالشكل اللي قدام حضرتك دوت. ما عندكش الصاج المضلع هتجيب الصاج العادي المسطح بتاعك وهتحطه، لكن هتراعي برضو هتحطها على الراس الهرمية دي، بحيث ان هي اللقمة بتاعتك ما تقلبش. فانيليا وبيض شوية مية وهديهم تقليبة، وهبدأ اشتغل النص التاني من الدفتر. طبعا انا مجهز جبنة اسطنبولي على حسب نوع الجبنة اللي حضرتك بتحبها، مفيش مشاكل، لكن يفضل الجبن اللي هي ما بتفورش في الفرن او ما بتفورش اثناء الخبز. تمام. وهبدأ الفها بالشكل اللي قدامك دوت. بلم الحشوة بتاعت الجبنة الاسطنبولي بتاعتي وبلفها لفة بسيطة بالشكل ده. بعد كده هقطع بيه العجلة او بالمقطع. البيض اللي انا مجهزه هبدأ ألحم الطرف بتاع الطوق بتاع الباتيه. تمام. نفس الشيء ببدأ بالجبنة بتاعتي. انا قلت انا مجهز الجبنة بتاعتي فاركها كويس ومجهزها، بحيث ان انا لما اجي اشتغل بيها تكون جاهزة على الشغل بالشكل قدام حضرتك ده. مفيش مانع انك انت تحطي لو حابة تحطي زيت زيتون على الجبنة، لكن بنسبة قليلة جدا علشان بس يديها طعم في
الجبنة. مش حابة هتدعكيها كويس جدا او هتفركها كويس جدا في الكيس لحد لما تنعم بالشكل اللي كان موجود في الكيس، بحيث ان هي تنزل بكل سلاسة اثناء الحشو بتاعي. كده انا خلصت الحشو بتاعتي. هنفض كل الدقيق اللي موجود فوق الفتيل بتاع الباتيه، ومعايا اظبطهم جنب بعض، ومعايا المقطع بتاعي وهبدأ اقطعهم على مسافات متساوية. كده انا خلصت التقطيع بتاع الباتيه وخلصت الحشو وخلصت كل الخطوات بتاعة الباتيه. دول عملوا معايا 16 لقمة، هقسمهم على صاجين، هقسمهم على صاجين، وبعد كده هبدأ ارصها. طبعا مش محتاج اقول ان انا براعي ان انا احط اللحام بتاعي في النص، بحيث ان اللقمة بتاعتي على قدر المستطاع ما تقلبش لما تخمر او ما تقلبش اثناء الخبيز. تمام، الشكل اللي قدامك ده نفس الشيء زي ما عملت في الصاج الاولاني، هعمل بعد كده في الصاج التاني. هم عملوا معايا صاجين، النص كيلو عامل معايا كمية كويسة من الباتيه والكرواسون. زي ما قلت بحافظ ان انا احطها على اللحام بالشكل ده كده وبقفلها. زي ما انتم شايفين الزبدة بتاعتي طول ما هي باردة والعجينة بتاعتي باردة بتريحني في الشغل بتاعي. كده انا خلصت الكرواسون وخلصت الباتيه. دي العجينة اللي اتفضلت معايا والعجينة اللي انا قطعتها، طبعا مش هرميها ولا الدقيق ده هيترمي. هلم الكلام ده كله، وفي اي عجينة فيها خميرة مفيش مانع ان انا افك العجينة بتاعت سيبها تفك، وبعد كده هشتغلها معايا عادي، لكن هسيبها في الفريزر لو انا مش هاخدها على طول. خلصت العجينة بتاعتي التلات صاجات قدامي وبكيس بلاستيك، وهغطيهم وهسيبهم فترة طويلة. طبعا في الجو البارد هتاخد معايا فترة كويسة لحد لما تخمر، لكن مش هخبز قبل لما تخمر تماما. بعد كده هلمع الكرواسون بتاعي بالبيض اللي انا مجهزه في بداية الشغل. وطبعا الفرنة بتاعتي مش محتاج اقول ان هي تكون جاهزة قبل منها بفترة كافية. لو فرنة ديجيتال هتظبطي الحرارة بتاعتك على درجة حرارة 200، هياخد معاكي 15 دقيقة في الفرن الديجيتال على درجة حرارة 200. ولو فرن عادية تخلي فوق وتحت على الحرارة المتوسطة وتسيبيها فترة كافية وتتابعيه من وقت للتاني لحد لما يستوي معاكي. طبعا يا جماعة لو الكرواسون بتاعك أول ما هيطلع من الفرن ممكن يبقى تلاقيه ناشف شوية أو مقرمش، هتسيبه في كيس لحد تاني يوم أو هتسيبه في كيس لساعتين تلاتة هتلاقيه يطري معاك وبقت اللقمة بتاعتك جاهزة على الأكل. خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا رب الفيديو يكون استفدنا منه حاجة وما نكونش طورنا على حضراتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة